عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي في الله. وحشتونا كتير. النهارده بقى ايه، لقيت ماما طبعا كانت امبارح عامله لنا طبيخ، فانا بصراحه رقي جري للقلقاس، فقلت لها ماما بعد اذنك ايه اعملي لنا حبه قلقاس كده. فقالت لي طيب حاضر، هو ما بياخدش حاجه. قلت لها طب وري حبايبك بتعمليه ازاي. يلا نشوف بقى، سلمي يا ماما عليهم وقولي لهم الطريقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتونا كتير كتير. ربنا يبارك فيكم يا رب، كل سنة وانتم طيبين جميعا يا حبايبي. معلش بقى سامحوني عشان ايه لو صوتي مش واضح، عشان عندي شوية برد كده. بصوا يا حبايبي، القلقاس لما تيجي تعمليه، طبعا احنا كنا مفرزينه وحاطينه في الفريزر، وانا طلعته اهوت اوريهم اهوت كده، اوريهم كده. ماشي عادي. بصوا اهو يا جماعه، مفرزاه اهوت كان في الفريزر، والسلق برده نفس الحكايه برده مفرزاه. لو عايزين الطريقه بتاعه تفريز القلقاس هخليها تنزلها لكم ان شاء الله. والسلق كده. انا مسكت بصلايه ودعكتها، مسكتها بشرتها ودعكتها بملح وفلفل. اهي يا حبايبي هوريها لكم اهي يا حبايبي. دي بص بصلايه اهي، انا عملت ايه، بشرتها بالمبشره، او تقطعيها رفيع او زي ما انت عايزه، بس انا بشرتها بالمبشره ودعكتها بملح وفلفل، واحط عليها الشوربه، واحط دلوقتي قدامكم الايه القلقاس، وهو متلج كده على طول. بالله عليكم ما تنسوا تدعمونا واللايك والشير وسبسكرايب يا حبايب قلبي. الشوربه هي بتغلي اهيت. ادي الشوربه، انتوا شفتوا الشوربه؟ الدخان مش عارفه اجيبها لكم. ماشي يا حبايبي. اهي انا جايبه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. دعمكم لماما بقى بالله عليكم ما تنسوش بقى ايه دعواتكم ليها. ربنا يبارك فيكم يا ولاد جميعا يا حبايب قلبي. بصوا كده يا حبايبي اهي هتغلي، وايه وانا عايزه شويه شوربه تانية هزود لها بس هتغلي بقى قدامكم كده ان شاء الله، واوريكم بقى وانا بنزل القلقاس يا حبايبي. يا حبايبي الشوربه غليت قدامكم اهوت. رجعنا لكم تاني عشان ايه نحط القلقاس نفرز اهو. معلش لو الصوره بقى من الدخان يا جماعه. معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم يتحط اي حاجه تتحط مفرزه لازم تتحط بتلجها بس. ماشي بس كده. يا حبايبي هنسيبها بقى كده اهو. هتحطي السلق امتى طيب؟ لا لما يستوي خالص. يعني انت لسه هتقولي لهم؟ هقول لهم انا كده لما يستوي هوريه لهم، واشوف حياء واشوف كل حاجه، والاخر خالص هوريهم السلق بيتحط ازاي. خلاص ماشي، خليكم معانا هنرجع لكم تاني يا حبايبي. يبقى قلبي رجعنا لكم تاني اهي كده اهو. بصوا يا حبايبي، بص الشوربه بتغلي اهو وهو بيستوي فيها قبل ما يستوي. انا بقى بعمل ايه بقى، بحب ايه المزازه بتاعته تكون اكتر واكتر، فبعمل ايه، بعصر نص ليمونه بس اللي حابب حابب واللي مش حابب بلاش يا حبايب قلبي. اهي نص ليمونه كده عشان انا بحب المزازه اصلي. بس كده بقى لما يستوي خالص هوريهولكم وانا بحط له السلق يا حبايب قلبي، ماشيه معاكم خطوه خطوه. رجعت لكم تاني اهو دلوقتي اهي كده القلقاس استوى في الشوربه اهيت يا حبيب قلبي. وادي الايه، وادي السلق بعد ما يستوي خالص. ادي السلق اللي انا كنت مفرزاه، وكنت برده موريه لكم برده. هنحطه لكم في اول تعليق مثبت او صندوق الوصف. بصوا يا حبايبي على طول اهي. بص اللون بيتغير في ساعتها ازاي، اللون بقى والطعم والجمال بقى. وفي الشتاء ده بقى يا سلام يا سلام يا سلام على الطعم كده. حاولوا ان شاء الله يا حبايب قلبي لو جربتوه كده. ياخد قد ايه يا ماما تسويه؟ ما ياخدش خلاص، ما فيش يا دوبك 10 دقايق بالظبط وهطفي عليه. نوريه لكم على طول. هو خلاص اهو. بص السلق اهو، بص السلق خلاص اهو. بس كده يعني. الشوربه عملت السلق، عمل الشوربه على طول اهو يا حبايب قلبي. خلاص هنخلص ونغرفه ونوريه لكم يا حبايب قلبي في الايه. كده يا حبايبي. بعد ما خد حوالي 10 دقايق كده، بعد ما حطينا له السلق 10 دقايق بالظبط كده يغلي، بس لان هو كده كده القلقاس مستوي، يا دوبك بس ال10 دقايق بس عشان ايه يبقى الطعم بس بتاع السلق يخش في القلقاس. وكده يا حبايبي اهو غرفنا لكم طبق اهو، وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا حبايب قلبي. ما تنسوش بقى بالله عليكم تدعمونا وتدعونا واللايك والشير وسبسكرايب يا حبايب قلبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.